هاي everyone، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. النهارده جاي اعمل لكم فيديو عن ازاي اللي احنا نتعامل مع جلد الوزة في الشتاء بالذات. انا كنت حابه اتكلم في الموضوع ده في الشتاء عشان هو موضوع بيزيد في الشتاء. اول حاجه خلينا نعرف ايه هو اصلا جلد الوزة ده. جلد الوزة ده هو حاجات كده بارزه على الجلد، بتكون خشنه. تمام. و هي في الفيديو ده انا هقول هي بتظهر من ايه وهنقول علاجها. ويا جماعه في فرق كبير قوي قوي ما بين جلد الوزه وما بين شعر تحت الجلد، وهنعرف الفرق ده في الفيديو وهنعرف علاجه وهنعرف كل حاجه في الفيديو. ولكن انا كنت حابه الاول اعرفكم ايه هو جلد الوزه ده بالظبط. تمام. ويلا بينا نعرف احنا ازاي نتعامل بقى مع جلد الوزة. طيب خلينا بقى نقول جلد الوزة ده بيظهر فين. بيظهر في الركب والكوع والارداف والرجل والدراع. ولكن في الركب والكوع مش بيظهر بشكل كبير زي باقي الاجزاء اللي انا قلت عليها. في الركب والكوع بيظهر بشكل خفيف، ولكن هو بيظهر، ولكن بشكل مش كبير زي باقي الاجزاء. خلينا بقى نشوف ايه اصلا سبب الجلد الوزة ده. جلد الوزة ده بيكون ليه اسباب كتير، من اهمهم ان هو العامل الوراثي. العامل الوراثي ده ليه سبب او تأثير كبير قوي في جلد الوزة. وكمان اللي احنا بنعمل شيفنج غلط، وطبعا هنقول ده في باقي الفيديو، ولكن دلوقتي خلينا نقول الاسباب كده بس بالعناوين. بنعمل شيبنج غلط فبنسد نمو الشعر الصح. وفي كمان سبب تاني للجلد الوزة، وهو عدم الترطيب الكويس. احنا لو مش بنرطب جسمنا بطريقه كويسه جدا جدا، بالذات الناس اللي عندها جلد الوزة، وبالذات برضو في فصل الشتاء، لان اصلا فصل الشتاء بيعمل لوحده جفاف جامد قوي. فالناس اصلا عندها جلد الوزة دي طبيعي جسمهم بيكون جاف جدا، وجلد الوزة ده بيكون خشن. فلازم ان احنا نرطب كويس جدا جدا عشان نخفف مثلا على الاقل من شكله. وفي برضو سبب تاني، مثلا في امراض جلديه بتسبب جلد الوزة، وده ان شاء الله هنتكلم عليهم في فيديو تاني عشان الفيديو ما يطولش. طيب خلينا بقى نقول ان احنا ازاي نعالج او ازاي نتعامل بشكل كويس قوي مع جلد الوزة. اول حاجه، واحنا مثلا لما بناخد الشاور لازم عشان ممكن جلد الوز ده يكون مثلا احيانا بيكون ملتهب او مثلا عليه التهاب او احمرار او كده. فلازم نستخدم الحاجات اللي احنا بناخد بيها الشاور بحاجه مثلا بدون ريحه جامده، او مثلا حاجه متكونش تعمل التهاب، او مثلا حكه مثلا في الجلد. زي مثلا اللي احنا ممكن ناخد شاور بالغسول مثلا اللي احنا نغسل بيه وشنا. مثلا حاجات بتكون طبعا من غير كحول، من غير مواد كيميائية كتير. فلازم مهم قوي 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 في الناس اللي عندها جلد الوز دي، لما ناخد شاور ناخد مثلا مش بأي أي صابونة أو أي شاور جل. يا جماعة مهم قوي قوي في موضوع جلد الوز ده كمان اللي احنا نقشر جسمنا كويس قوي، أو نقشر طبعا من غير برضو مواد كيميائية كتير، أو من غير حاجات فيها روايح كتير. السكراب اللي احنا هنستخدمه هنكون شوفوا ايه اللي انتوا ترتاحوا عليه، ايه اللي انتوا مثلا مثلا الناس اللي عندها جلد الوزة ده ترتاح على ايه حياة من غير الحبوب بتاعت السكراب نفسها ما تكونش خشنة جامد، عشان ايه ما تسببش التهاب في الجسم. ومش عشان مثلا جلد الوز ده اصلا بيكون خشن مثلا نحط له الحاجات الخشنه عليه، مثلا زي مثلا الليفه او مثلا او كده. ده طبعا مش صح. وحاجه مهمه قوي هتخفف قوي بجد من جلد الوزة دراي براش. دي بتبقى مهمه قوي. هحط لكم كل حاجه على السكرين عشان تكونوا عارفين. لازم زي ما قلنا كويس قوي اللي احنا لازم نرطب جسمنا. لازم بقى نرطب جسمنا بحاجات مثلا الترتيب بتاعها قوي جدا، زي مثلا هذا اللون على السكرين ده اسمه مويست 1. ده الصراحه الترتيب بتاعه تحفه تحفه بجد، حلو قوي. وكمان في من بايوديرما اللي هو ده برضو حلو قوي وترتيبه تقيل. لازم احنا لما نيجي نرطب في جسمنا اللي هو اللي عندهم جلد الوزة او جسمهم بيكون جاف بسبب الشتاء،
يرطبوا بحاجة قوية، زي مثلا البادي باتر عموما. شوفوا من انهي مثلا مكان انتوا بتحبوا تحطوها، او من انهي حد يعني. وفي حاجة مهمة قوي، بنستخدم لجلد الوزة كريمات فيها مادة اليوريا. دي حاجة مهمة جدا جدا بجد. زي ما قلنا بقى لازم نستخدم كريمات فيها مادة يوريا بنسبة عالية، زي الليزر نقع سكرين ده اسمه يوري كير. وفي كمان كرباميد. الاتنين دول صراحة حلوين قوي، بالذات كرباميد تحفة الصراحة، الإفكت بتاعه خطير. أنا كنت عاملة ريفيو عليه يعني في فيديو على اليوتيوب، هحطلكوا اللينك في صندوق الوصف عشان تشوفوه. وفي كمان علاج، بس ده أنا كنت سايباه آخر حل، اللي هو الليزر. بس طبعا ده عشان يعني في ناس كتير قوي مش حابة اللي هي تعمله، او مش حابة اللي هي تستخدمه لأسباب كتير يعني، فده خليته آخر حل خالص في الموضوع. آخر نقطة هتكلم عليها في الفيديو، زي ما قلت عليها في أول فيديو هتكلم عليها، الفرق ما بين جلد الوزة وما بين الشعر تحت الجلد. الفرق ما بين بقى جلد الوزة وما بين الشعر تحت الجلد، جلد الوزة ده زي ما احنا كنا بنشرحه في الفيديو، اللي هو بيكون حاجات كده بارزة مع الجلد من فوق، بتكون ناشفة. والشعر اللي تحت الجلد بقى بيكون اصلا سببه بيكون اللي هو يعني ايه، هو قصدي الاول بيكون الشعر بيطلع تحت الجلد مش فوق الجلد. يعني مش في الطبيعي اللي هو طبعا يحصل كده. الطبيعي طبعا اللي هو الشعر بيبقى على الجلد من فوق، مثلا من هنا يعني كده، مش تحت الجلد. طب ده ممكن ايه سببه؟ سببه بيكون بطريقة الشيفنج الغلط. الشيفنج الصح اللي هو اللي احنا بنشيل الشعر بعكس اتجاه نمو الشعر، مش مع نمو الشعر. لو عملنا كده هيكون الجذور بتاعة الشعر لسه تحت الجلد، وطبعا ده هيسبب انسداد في المسام. قلنا لو عملنا الشيفنج بطريقة غلط فممكن يحصل انسداد في المسام، ويحصل التهابات واسمرار وحاجات كتير قوي طبعا المفروض اللي هي متحصلش. عشان كده لازم نعمل الشيفنج، شوفوا بالطريقة اللي انتوا تحبوها، ولكن مع عكس اتجاه نمو الشعر، مش معاه. والشعر تحت الجلد ده بيسبب التهاب واحمرار واسمرار وحاجات كتير قوي، ممكن ده ما يحصلش من جلد الوزة، وده الفرق ما بينهم. فلازم يعني اللي احنا نعمل شيء بطريقة صح والطريقة اللي تريحنا. واخر حاجة هقولها على جلد الوزة، لازم نرطب كويس جدا جدا جدا، ونستخدم حاجات زي ما قلنا اللي هي ما فيهاش مواد كيميائية كتير او روائح كتير، ونهتم جدا جدا بالترطيب. وكده يكون الفيديو خلص. ولو عايزين تسألوا اي سؤال هحطلكوا لينك الانستجرام في الكومنت، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.